دماغك شغاله طول الوقت. تعبت من كتر الحديث الداخلي اللي داير وسيناريوهات سلبيه عماله تيجي، وانت طاقتك عماله تستنزف على اللي بيحصل، وعمال تحس بقلق اكتر وعمال تحس بخوف اكتر. خليني اقول لك معلومه بسيطه، مش بسيطه، لا معلومه كبيره ممكن تفرق معاك في حاجات كتير. الصوت اللي في دماغك مش انت. الصوت اللي في دماغك مش انت. الصوت اللي في دماغك هو مجرد قراءه للافكار اللي موجوده جوه الدماغ، لكن انت الحقيقي المتحكم في الصوت اللي في دماغك. يعني بسهوله جدا تقدر تقول للصوت اللي في دماغك اسكت، تقدر تقول له مش عايز حوارات، تقدر تقول له كفايه قلق. بس خلينا قبل ما نعمل العمليه دي نفهم حاجه بسيطه. اغلب الافكار اللي بتجيلك عن طريق احساس جالك، وبعدين اتكون لفكره في دماغك، وبعدين دماغك بدات تعمل السيناريو. اللي عامل لك المشكله السيناريو. وجود الافكار مش حاجه وحشه، لازم يبقى عندك افكار كتير، وعندك افكار ايجابيه وافكار سلبيه، وفي حاجه هتحصل فانت بتتوقع حاجه وعامل حسابك ايه اللي يحصل، وتخلي بالك من الموقف وتجهز نفسك وتذاكر زوايا رؤيه الموضوع انت محتاج تبقى موجوده في دماغك طول الوقت. دي مش حاجه وحشه، لكن الوحش ان انت تاخد السيناريو السلبي وتخش جواه وتبتدي تتعمق وتعمل منه سيناريوهات، ويبتدي يجيب لك احساس بالقلق، وتبتدي تاخد شعور القلق وتعمل منه فكره وتكون تاني. ده يأثر عليك ازاي في حياتك؟ ده يخلي اللي جاي مش احسن حاجه. الفكره ان اللي جاي في حياتك يبقى كويس، ان انت لما بتدعي بحاجه بتطلب من ربنا ان هي تيجي، لازم يكون عندك يقين ان هي جايه. اليقين ان الحاجه اللي انت طلبتها جت لا يتوافق ابدا مع شعورك بالسيناريو السلبي. نوضح الحته دي تاني. انت بتطلب ان ربنا يجيب لك حاجه كويسه في حياتك، رايح ميتنج بتاع شغل وبتطلب من ربنا ان ربنا يوفقك. السيناريو اللي في دماغك كله مش يقين، مش كويس، مش متاكد ان اللي جاي كويس، لا قاعد بتعمل سيناريو، طب لو حصل هعمل، لو حصل هعمل. السيناريوهات والافكار مش وحشه، بس لازم تديها حجمها، ولازم توقفها عند حد معين. لازم ما تتعمقش فيها لدرجه ان هي تبقى مسيطر عليك وان هي 100% من افكارك. لا، لازم تاخد مساحة، وانت المتحكم في الافكار دي، وانت اللي متحكم في الصوت. لا كفاية كده، وقف، كفاية افكار سلبية. اديني بقى الشعور الايجابي اللي هو يحسسك بيقين ان اللي انت طالبه جاي، اللي يحسسك بيقين ان الاكيد اللي ربنا هيجيبه لك او مشيئة ربنا دايما هتبقى خير ليه. ده يخلي اللي جاي دايما كويس. فكر في الايجابي واديله مساحة اكبر من السلبي. 30-70، خلي 70% ايجابي و30% سلبي. فكر في السيناريوهات بس اديها مساحه معينه، وفكر في الايجابيات واديها مساحه معينه. ولما انت تبقى قادر تعمل البالانس ده، هتلاقي واحده واحده انت قادر تتحكم في افكارك، وقادر تتحكم في اللي جايلك انه دايما بيكون افضل. في حاجات اكتر تقدر تتعلمها كتير جدا. دماغك بتلقط كل الفايبس اللي موجوده في جسمك. الفايبس اللي بتيجي في جسمك هي نتيجه الافكار اللي في دماغك، فهي سايكل عماله تلف ورا بعضها. اتحكم في الافكار، تتحكم في الشعور اللي بعدها اللي جاي لك. فكر في ايجابي هتلاقي نفسك بيجي لك شعور ايجابي، بيجي لك افكار ايجابيه، وهكذا. فكر في السلبي هيجي لك سلبي، وتفضل في نفس الدوامه.